بعض الحقائق والمعلومات ما كانت متوقعة. هذا اللي صار معنا. بدأنا البحث لهالحلقة وما تصورنا أنه نكتشف كل اللي اكتشفناه أو حتى نوصل للنتائج اللي وصلنا لها. إنها لعبة الجسد والمتعة والهوى والغرائز. أبطالها فتيات غربيات مع رجال عرب، تختلف فيها المواقع. مرة يكون المشتري بايع ومرة يكون البايع مشتري. الظاهر يقول إنها مجرد علاقات عابرة، لكن الغوص تحت القشور وصلنا إلى عالم منظم. المال والجنس هم اللي يحركوا هاللعبة، وخلفها طرق مليئة بالأسرار والخبايا. ليالي الملاهي الليلية في بعض البلدان العربية تتخطى مفهوم الترفيه إلى حلقة منظمة للسياحة الجنسية مع استخدام بنات من جنسيات مختلفة وخصوصا من أوروبا الشرقية، وتقديم خدمات ترفيهية واسعة تتمحور حول العلاقات الجنسية المدفوعة. ويتم استخدام هالبنات عن طريق مؤسسات مرخصة من قبل الدولة وبطريقة منظمة. الجنسيات هن من مختلف: أوكرانيا، روسيا، مولدوفا، بيلاروسيا، أوزبكستان، كازاخستان. كيف بنجيبهم؟ من عملاء. عميل بيبقى برا عنده مكتب، هو بيبعتهم لهون على لبنان، وفي عملاء بلبنان بكون في لهم علاقة مع العملاء اللي برا. بالتنسيق مع كونترا بيجوا البنات على لبنان باسم ارتيست، رقاصة. وكيف بيتم اختيارهم؟ على الصور، على الايميل، وبيجوا معهم فحوصات دم. هذا ضروري جدا. برغم أنه الهدف الظاهر لاستخدام هالبنات هو تقديم فقرات راقصة في الملاهي ومجالسة الزبائن وتشجيع السياحة، إلا أنه عمل كل واحدة من هالبنات يتخطى هالواجهة ليكون جوهره الأساسي إقامة علاقات جنسية مدفوعة. يجري الاتفاق على توقيتها وكلفتها داخل الملهى، والنتيجة أرباح كبيرة لأصحاب الملهى وللبنت. ويمكن واحدة من هالبنات وفي ليلة واحدة ومن زبون واحد تكسب أضعاف أجرها الشهري. بيصيروا الصبايا الساعة 10، 11 ونص بيطلعوا بلشوا بالرقص. بيجي زبون بيختار، بيقعد معها ساعة، ساعة ونص، حسب اتفاق البنت بيتفقوا وياها. بتظهر معه بكرة، بتظهر معه بعد بكرة، النهار بين بعضهم بحددوا نهار. وفي يقعد معها كل الليل، يلي هي بتكلفه كل الليل من 200 لل $240 كل الليل. البنت بالنهار بس تظهر مع الزبون وقتها من 1 للساعة 8، حرة وفري تعمل اللي بدها اياه. شو بتاخد من الزبون؟ بتصير بينها وبين الزبون. ان شاء الله بيعطيها $10، ان شاء الله بيعطيها $1. هذا شيء بينها وبين الزبون. نحن ما قلنا مع البنت شو بتاخد، ولا بنقول للبنت اعطينا من ارباحك، لانه البنت هذا فري حقها لها. So when I came to Lebanon, I was really in shock because nobody was explained to me before that I must go out for sex. No one. When I came here, my first night, when I just arrived to the cabaret, I saw too many girls, they are kissing, their touch or something like this. I sit with the girls on my table because the rules in Lebanon, it's not like in other countries. You should wait for the matters to come to invite you, for the customers. الأمور أكيد مو بهالسهولة، هي تتعرض للمراقبة والضغوط. صحيح أنها تيجي للشرق الأوسط وتستغل رواج هالتجارة، لكن حتى هي تتعرض للاستغلال لزيادة أرباح مشغلة. مراقبة البنت بالنهار يبقى في 2 من قبل صاحب المحل محطوط بيقعد على الريسبشن تبع الاوتيل. يعني شو هو الاوتيل؟ اوتيل منامي تبع البنات. نحن بنعمل له منامي للبنات، اكيد نص الغرفة علينا، نص عليها. بعض الاوتيلات بمنطقة الجولي في 2 من قبلنا من قبل صاحب المحل بيبقوا قاعدين بالريسبشن بيراقبوا البنات وين بيروحوا وين بيجوا. هلا وين بيروحوا وين بيجوا؟ هن البنت تبقى عندها وقتها فري من 1 ل 8، بس الزبون يلي جاي لعندنا على المحل ويقعد مع البنت وعزمها
حطيته موعد تتظاهري وياه، اكيد مجبوره تروح معه. ليه؟ لانه مشان المحل ما يخسر زباين. بعدين بالنسبه للضغوطات، في بعض المحلات بتضغط على البنت، روح اعملي هيك، روح اعملي هيك، روح تظهري، مجبوره تظهري، والا بسفرك على بلدك وبحجز لك تيكت على بكره بطيرك بسفرك. هيدا صاحبي، لا بدك تروحي معه، هيدا صاحب المحل، هيدا ابن خالته لصاحب المحل، ما تزعليه. But you know, when girl she is first time, she don't know the system. It's really very hard because boss he really push. If she don't want, it's not allowed for him to cut some money from her salary because she signed this contract in front of immigration. You understand? But if, for example, he can cut from her commission, like to put for her penalty, if she don't want to stay with this kind of people, he can cut $100-200 per night. Because in the contract, it's signed consummation, and you should stay. Without you want, you don't want, this customer have a bad smell, not good smell, no problem, but you must to stay, you must. But if girl, she know the way how to work, she can play in this way. But in the same time, boss, yes, like I want to give it a straight answer, he can push. بعض هالفتيات ما تعرف أنه عليها واجبات وأعمال ما كانت مكتوبة بالعقد، لكنها تقبل الشروط الإضافية مع الوقت وتصير محترفة في طريقة قنص المال من الرجال. She know the way how to play with customers by her fingers, how to catch, how to bring them back to your club or wherever you go in all the world, they can follow you. You can catch the heart and soul and his pocket too. I cannot explain to you how. You know, when you start to understand this business step by step, you know, if you are not stupid person, all your experience you will put in your mind. You will use this chance to learn, not to throw it. Excuse me, 5 years in this business, not just only Lebanon, it's one country where I'm being. Okay? You meet too much people, you meet rich, poor, VIP, high class. You must know the way how to be with these people. It's not just only the way how you must understand wear it your clothes. You must know the way how to be in this kind of situation. I don't want to say rich woman, but at least from this business, from 5 years, I bought 2 apartments in my country. I make my life normal. Just now I'm planning to save money for my own business, that's it. I don't need something else. Would you think I am enjoyed to do this? No. I prefer to be the boss in my business, not somebody me in my back. هنا المتعة تباع ضمن قيود صارمة، مو لأن هالمتعة تتجاوز القيم، لكن لأن السماح فيها مرهون بمصالح المتاجرين فيها. هذه الشروط تقترب من تجارة الرقيق الأبيض. البنت ممنوع تظهر مع زبون إذا مش فتح لها 1.5 ساعة قاعد معه. نحن شو بنربح من الزبون؟ بنربح من الزبون يلي هو 1.5 ساعة. نحن ما في عم بيعوا وقت للزبون بالمحل، يعني ما عم بيعوا 2-3 كيلو جرام ذهب، عم بيعوا 1.5 ساعة يلي هو 1.5 ساعة حقه $80. إذا مش دافعهم بالمحل ما في ياخد البنت بالنهار ويطلع يجزر شم الهوا وياها. ممكن بنت تكون ناسية صورة باسبورها بالأوتيل، ممكن تكون شغلة تافهة ناخد عليها انذار، هي اللي هي بنت مش لابسة تنورة قصيرة. إذا لابسة كم طويل ناخد عليها انذار، إذا لابسة تنورة تحت الركبة ناخد عليها انذار، إذا لابسة مسكر ناخد عليها انذار. المفروض يكون كل اللبس فوق الركبة، الكمام مبينين، ايدين مبينين، ما في شيء قبة مسكرة. يعني اسمها جاي ارتيست على كباريه.
رقاصه، في شي بنت بترقص لابسه كبوت بكباريه؟ اكيد لا، بده تكون بنت مشرعه يعني عارضه. That too many impresario they go to prison because they sell, really they sell the girls, they sell like piece of meat, they don't care. They get them money and that's it. They don't explain about this business. They don't explain how to be in this business. If you wanna ask me like for sex I take money or not, yes I take. I take. And I don't feel shame to say this. Because I have a small baby and I don't care the way how people they can think about me. Because in front of me 24 hours my son. And excuse me about this, I don't give a the way how somebody can think. اللي شفناه إلى الحين ممكن ما يحمل الكثير من الخبايا للبعض، ولكن اللي بنعرفه بعد شوي أنه مثل ما في بائعات هوى، في بالمقابل نساء تشتري المتعة من بائعين للهوى، والبائعين هالمرة هم رجال عرب. آخر علاقة كانت من 20 يوم تقريبا، كان كلها عبارة عن يعني قايمة على السكس. أنا يعني مش بحب أقولها بتصرف عليا يعني. رحلة البحث عن خبايا السياحة الجنسية قادتنا إلى مصر بعد اطلاعنا على تقارير تشير إلى انتشار هالتجارة وتحديدا في المناطق السياحية. علاقات بين شبان يبحثون عن المال ونساء يبحثن عن المتعة. هشام واحد من هالشباب اللي يبيع خدماته الجنسية إلى فتيات غربيات من 6 سنوات. كيف كانت أول مرة معك التجربة هذه؟ كيف يعني حصلت؟ أول مرة كان واحد صاحبي قال لي في ست عندها 50 سنة وهي عايزة تتجوز واحد مصري، وهي تشوفك لو انت عجبتها هتتجوزك، لو ما عجبتهاش خلاص. جنسيتها ايش؟ كانت روسية. كم كان عمرك؟ كان عندي 22. 22. رحت شافتني عجبتها. عملنا علاقة قعدت 40 يوم. زواج يعني كان مش علاقة؟ لا ده ما كانش زواج، دي كانت علاقة من غير أي أوراق. كنا قاعدين معظم الوقت كان في شرم. كان كلها عبارة عن يعني قايمة على السكس يعني. بس لأن هي كمان كانت كبيرة يعني أنا كنت بعمل ده عشان أنا عايز فلوس وهي عايزة مني السكس. كم كان سعرك في الوقت ده؟ أنا كنت لسه مش فاهم حاجة ومش عارف إيه المفروض أخد كام وما أخدش كام. فيعني ساعتها خدت 3000 جنيه مصري في الأول. ما كنتش أعرف إن أنا ممكن أطلب أكتر من كده وآخد أكتر من كده. كانت هذه تجربة هشام الأولى، وتوالت التجارب خلال ال6 سنوات التالية، وأصبح أكثر خبرة واحترافية في بيع المتعة، وصديقته تانيا هي آخر زبائنه. طب هشام، أنت تكلمت أنه يعني يبدو أنه أنت دخلت علاقة جديدة مع برضو واحدة من البنات الأجنبيات تحديدا. هي آخر علاقة كانت من 20 يوم تقريبا. هذا يعني 20 يوم تعتبر فترة زمنية كويسة يعني؟ دي تعتبر قليلة لأن في بيبقى أكتر من كده. بس نمط هالعلاقة كيف؟ هي أنا كنت ماشي في الشرم على البيتش، هي ندهت لي. هي روسية بتتكلم عربي. بتقول لي إن أنت شبه حد روسي هي كانت بتحبه في روسيا. هي من هنا عملت الكونتاكت يعني. هي عاملة داخلة يعني زي ما بنقول إحنا. فقالت لي انت شبهه كده وانا حابه اتكلم معاك. انا كنت بحبه جدا بس احنا سيبنا بعض في روسيا. كملنا مع بعض وسافرنا مصر يعني. جينا القاهره. بقينا ان يعني نأجر شقه نقعد فيها، ننزل نتفسح، بوريها الهرم، بوريها المعالم بتاعتنا. انا كنت حابب ده يعني. انا في العلاقه دي كنت حابب وما خدتش منها. ما كان في مقابل؟ ما خدتش منها مقابل مادي، بس هو كان هي بتصرف بس. تصرف عليك؟ يعني مش أنا مش بحب أقولها بتصرف عليا يعني.
خلينا تصرف نقول على نفسها يعني على خلينا نقول هي بتصرف على نفسها، هي بتعزمني على الخروجه. يعني هي كانت متكفله بكل ده، وانا كنت حابب لان هي قريبه مني في السن، كانت حلوه. وتانية بعد عندها خبرة في مصر وشباب مصر، رغم أنها في مصر من 20 يوم بس، لكن من الواضح أنها جمعت الكثير من المعلومات قبل زيارتها علشان توصل إلى هدفها وبسرعة. طب أنت تيجي عشان تشوفي شيء جديد في مصر، شرم الشيخ، بحر، أهرامات، ولا تيجي عشان كمان تتعرفي على عشان اصلا عشان بحر اكيد، وسمكة وسويمين كده بس ريلاكسين شوية. تعرفتي على شباب في مصريين هنا طبعا؟ طبعا. آخر واحد كان هشام ولا أكثر من واحد، ولا هو هشام بس؟ لا يعني هشام. يعني قبل هشام في أكيد عشان شباب هنا ليب كتير يا كلام كتير؟ مزة مزة تعرف. أيوه يعني حلوة كده، هي أحسن وما أعرفش إيه. أكيد like they trying to catch me كده. طب ليش اخترتي هشام؟ ليش تعرفتي على هشام؟ يعني his face يعني زي حبيبي، يعني كنت في روسيا بس like قلبي تك 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 تك. إيش اللي يخلي بنات غربيات يدفعون المال من أجل العلاقة الجنسية مع شباب عرب؟ وإيش هي الخطط التكتيكية عند هشام والعاملين في مهنته من أجل إقناع هالبنات بالدفع؟ تكلمت إنه أول مرة كنت ممكن تاخذ 3000 جنيه مصري يعني. بعد ما فهمت السوق وفهمت عملت أكثر يعني وكشفت لك الأوراق أكثر، كيف صنفت أسعارك في الليلة وفي العلاقة؟ هو وصل أعلى حاجة وصلت ل $5000. دي كانت أعلى حاجة أنا حصلت عليها يعني. والموضوع على فكرة فيه فصال يعني. في يعني في فصال، وأنت ممكن هي تقول كذا أنت تقول لا أنا عايز كذا وتتفقوا على مبلغ معين. والزمن مثلا ممكن مثلا تشترط عليها مثلا والله إذا كانت تدفعي كذا ساعة مش أكثر. هو الزمن بيبقى مش بالساعة، هو بيبقى بالفترة اللي هي قاعدة. بفترة يعني الإقامة يعني. يعني هي قاعدة شهر مثلا، بنتكلم على الشهر كله. مش بيبقى بالساعة أو كده. أنا المفروض في الشهر ده أبقى متاح ليها في الوقت اللي هي تحتاجه، لازم تكلمني، أبقى موجود، أبقى متفرغ ليها يعني. للعلاقة الجنسية مش لأي خدمة يعني تاخذها مثلا السياحة. ده ممكن يحصل مع واحدة قريبة في السن مني شوية. طب عادة إيش الأكثر شيء ممكن إغراءات يقدموها لكم أنتم غير الفلوس؟ يعني في شيء غير طبعا في إغراءات سفر مثلا. يعني ممكن تقول لي لو أنت هنا مش لاقي فرصة عمل، ممكن أبعت لك تجي لي أشوف لك شغل حلو هناك وتكسب كويس وحتى تعيش معايا هناك. بس يعني 3/4 الكلام ده بيبقى مجرد كلام يعني مش يعني هشام لا تقول كده، بس مثلا يعني دلوقتي في شقة وأنا باي. أنت تدفعي. sometime ممكن بريزنت مش قوي. صار لكم كم أنتوا تعرفتوا على بعض؟ من 20 يوم بس ويعني بكرة إن شاء الله أمشي في روسيا إلى روسيا. أصنف نفسي يعني تقريبا الرقم 3 بلوم نفسي لأن إحنا مش متربيين على كده يعني. مثل كل مهنة هناك منافسة قوية بين اللي يشتغلون بهالتجارة، فهي تحتاج إلى مؤهلات وإلى مواصفات خاصة، وتحتاج إلى كثير من الذكاء لتقنع الزبونة أنه عندك اللي تحتاجه. عادة بتكون في منافسة بينكم أنتم اللي بتشتغلوا في هذا الشغل؟ تكون منافسة؟ كيف طبيعة المنافسة؟ هو أنا واجهت مشكلة في حاجة، إن هم بيحبوا اللي مصري قوي، الشكل المصري، يعني الشاب الأسمر، الشعر الكيرلي شوية، ده مطلوب أكتر. طب أنت ليش بيطلبوك؟ يعني أنت ملامحك أنا مش يعني أنا مش باينة ملامحك للمشاهد، بس ملامحك قريبة من ملامحهم مش يعني مش أبيض مش مصري رفيع. ما هو دوت بقى بيقوم على الشخصية بقى، يعني هي لما بتعرفني في الأول بتتعرف عليا هم بيحبوا اللي صريح جدا،
طيب في قائمة أصحابك أنت رقم كم من المطلوبين؟ اصنف نفسي يعني، يعني تقريبا الرقم 3 مثلا. يعني في اثنين متفوقين عليك. الاثنين المتفوقين دول الشكل الفرعوني قوي، ده يكسب في الموضوع ده. يعني الشكل المنحوت كده زي ده بيبقى مطلوب اكتر يعني. لكن انا كويس ان انا بشكلي كده وموجود معاهم. ده انا بلعب على حته الصراحه دايما. يعني في ناس حابه الخشن المصري القوي التعبان في حياته، الشقه باين عليه، هم بيحبوا ده. ثانية، كثير من الشباب العرب بيقولوا انه في البنات برا في اي بلد اوروبي لما بيجوا بيحبوا الشباب عربي بيحبوا لون صح. صح؟ اه لون اسمر. بتحبوا انتوا اللون الاسمر لون العرب عشان عينهم يعني حلوة. طيب. ايش الفرق بين هشام واي شاب مثلا في روسيا؟ مثلا هنا يعني راهل يعني بلا بلا يعني كتير مثلا كلمات حلوين. كلمات حلوين. و روسيا يعني they just doing بس مش ما في كلام كثير، ما في صح. كلام كويس. كده. وكمان يعني روسيا راجل هي يعني هم طيب يعني ممكن كولد شوية. ايه طب صعب انت شوية. طيب انت ممكن تتزوجي واحد عربي؟ واحد عربي وواحد روسي. تزوجي اثنين؟ لا زواج مرد. مرد. ممكن مرد هنا ومرد في روسيا. طيب ثانية، أنت لما عندك أصحاب كثير صديقات في روسيا بي بيجوا على بلد عربي صح؟ كثير ولا ما في؟ مش كتير مش قوي بس يعني. طب كيف في إيش الكلام اللي ممكن يتكلموه عن العالم العربي أو عن الشباب العرب؟ إيش الكلام؟ في إنه كويس مش كويس؟ يعني في بنات مثلا هم يعني بحب مصريين قوي. بيحبوا مصريين. وفي بنات تاني يعني مش بحب قوي كمان. طيب وعشان ليه؟ عشان يعني لاين بلاين كده عايزة فلوس وبس وهارد بريكر. مثلا I love you وكل حاجة بس ما فيش feeling كده و just playing with the girls و girls don't like it أكيد. بس ده depend مثلا if يعني بنت عايزة يعني serious relationship و marriage وهي يعني جاية هنا وهي عايزة serious بس find شباب يعني هي تراست كده وهو يترك خلاص. وهو ممكن يعني عند يعني 20 بنات راوند كده فاهم. خلال لقائي معه كنت أشوفه وأفكر، هل يشعر كما تشعر بائعة الهوى؟ هل المجتمع ينظر لبنات الهوى كما ينظر لأولاد الهوى؟ أو أن المجتمعات الشرقية الذكورية تعتبر العاملين بهالمهنة أقل خطيئة من العاملات فيها؟ بالنسبة للعيلة ما يعرفوش، لأن أنا عندي والدتي ووالدي متدينين شوية زيادة عن اللزوم. فهم شوية ولا زيادة عن اللزوم؟ لا يعني شوية كتير. فهم ما يقبلوش بتصرفات زي دي مني يعني. ممكن يتصدموا لو عرفوا ده. عندك اخوان ذكور او بنات؟ لا انا وحيد، عندي اختين بس بنات لكن ذكور لا. ما فيش حد منهم بيعرف يعني انه انت خالص؟ ما ينفعش، ما هو عموما ما ينفعش. هو بيبقى سر بيني وبين صحابي اللي في شرم بس، اللي هم بيعملوا زيي كمان يعني، اللي هم برضو في نفس الموضوع معايا. وانت ناوي تستمر الى كم سنه قادمه؟ لا انا مش ناوي استمر. ليه؟
حابب في شيء تعتقد انه انت بينك وبين نفسك ان اللي بتعمله عيب؟ اكيد بقعد مع نفسي، اكيد بقعد مع نفسي وبلوم نفسي، بلوم نفسي، لان احنا مش متربيين على كده يعني. داخله فيها ظروف اقتصاديه كتير، ماديه، كل حاجه داخله فيها خلتني اتجه لكده. لكن لو انا نفسي من جوايا ما احبش ابقى كده طبعا. لكن تخيل شاب عنده 23 سنه او 24 سنه عايز يتجوز وعايز يعمل بيت وعايز حاجات كتير قوي. بتهيأليش ان انا ممكن اعمل ده لو اشتغلت في مصنع مثلا، او اشتغلت مندوب مبيعات. والسعود انا عايز اقول لك حاجه بس، انا مش عايز ابقى حاله شاذه يعني. انا مش عايز دلوقتي الناس بتشوفنا كده ان انا ابقى حاله شاذه، هشام بيعمل حاجه غريبه، او هشام. في ناس كتير كده، في ناس كتير كده وبطرق اوحش من كده بكتير، بيعرض نفسه بطريقه ارخص رخيص. رخيصه جدا. انا ما بعملش ده، انا بنعمل تبادل منفعه، خلينا نقول اللي هي تبادل منفعه. هي بتبقى عايزه حاجه وانا ببقى عايز حاجه، ولولا ان انا محطوط في ظروف اقتصاديه وحشه ما كنتش انا فكرت ان انا اعمل كده. غالبا ما يصل رواد هالمهنة إلى طريق مسدود، فهناك عمر افتراضي لقدراتهم على جذب الزبونة وإقناعها بدفع المال مقابل المتعة، أو يتعرضون لمداهمات أمنية، وفي بعض الأحيان تقودهم طالبات هالخدمة في غفلة منهم إلى الزواج. هذا اللي حصل مع أحمد اللي حاول أنه يفتح له سوق لبيع المتعة في دبي، إلا أن لقائه بالشابة الروسية ألونا اللي جات إلى بلداننا للسياحة وربما أكثر من ذلك غير حياته ومهنته على الأقل إلى الآن. ألونا أنت من روسيا، ومعروف يعني أو التصور اللي عند العرب أنه البنات الروسيات لما بيجوا مجموعات هم بيدوروا على الفلوس، على المال يعني، ما يدوروا عن حب أو علاقات مستمرة. صح الكلام أو لا؟ Yeah, most of Russians, they know this. Who has traveled so many times and who have this situation in their life. And they say for other Russian girls about this situation, and it can be dangerous. But I can say also that it cannot stop some Russian to go and enjoy with a Arabic boyfriend. Anyway, مش ممكن to stop them. They like Arabic men. اللي سمعناه انه في كثير من البنات الاجانب اللي يعني ممكن تتعرف على شاب بيعجبها، ممكن هي اللي تصرف عليه، او في احسن الاحوال تكون شريكه معاه، يعني النص بالنص. I know some stories about some Russian girls and they're my friends. Sometimes I can say it's sometimes can be relation like 1 month. And sometimes when she go out and stay in her country, she call him every day or she call him, and this relation will be, for example, 6 months, 8 months, and she is going to come back for him like tourist again, and she spend her money and she buy it souvenir for him from the Russia and bring too much things because it's like Habibi for her, and she's going to give him everything. But for me, I think it's not more than 1 year. I not saw it more than 1 year. It will be something like this. من الواضح أن الدول العربية أسواق واسعة تقدر السائحة تذوق وتختار اللي يناسبها، واكتشفنا في بحثنا أنه بعض السائحات يبحثون عن خشونة العرب وميلهم للسيطرة، والبعض الآخر يلقون أن الرجل العربي أكثر رومانسية ودفء من الرجل الغربي. ايش اللي عجبك انت في الشباب العرب اكثر شيء؟ I like Arabic because they treat the girls and women like women. And they speak too much nice words, and they're like friends, not only like husband, boyfriend, they're also friends in their life. And it's too much romantic. They bring too much romantic. طيب، وفي الشباب في روسيا
مش رومانسيين معكم؟ In Russia, we have the problem because we don't have like enough men there. We have more girls. Russian also romantic, but not all. Some. They're just most of them they take care about themselves, not about the ladies. كنت انا 14 هي 42 انت كنت سنه. 14 سنه؟ 14 ونص هي 42. وكانت علاقه عابره بس كانت اول حاجه في حياتي يعني. الغوص بالحديث مع أحمد كشف الكثير من الأبواب الخلفية لتحول بعض الشباب العرب إلى بائعين للمتعة حتى وهم في عمر 14. أحمد، أنت صاحب تجربة شخصية يمكن طويلة في احتكاكك بالسواح من جنسيات مختلفة من خلال شرم الشيخ أو حتى في دبي. يعني دخولك هالمجال يعني كان عمرك صغير، عمرك 15 سنة. بدات انزل ايوه في دراستي وانا عندي 14 داخل على 15 سنه. بدات اختلط وانزل شرم ودهب مرسى علم اشتغلت في مطاعم وفنادق، وبعد كده سافرت على دبي وتعاملت مع اجانب كتير في جنسيات مختلفه. متى أنت كونت علاقات مع نساء، يعني بنات أو سيدات يمكن أكبر منك بسنوات كثيرة، وإيش اللي شدك بهالعالم؟ بدأ معايا وانا صغير اول ما دخلت المناطق السياحيه في دهب وانا كنت صغير في السن، وواحده ايطاليه كانت تعتبر مش عارف ضعفي ولا كام، كنت انا 14 هي 42 أنت سنه. كنت 14 سنة؟ 14 ونص هي 42. وكانت علاقه عابره بس كانت اول حاجه في حياتي يعني. كانت ايطاليه الجنسيه. كيف طريقة الانجذاب بين الطرفين، يعني بينك وبينها؟ هو بدأ طبعا زي ما تقول اعجاب من بعيد، نظرات. انت اعجبت فيه ولا هي اعجبت فيك؟ انا اعجبت بس عادي، انترستنج بالنسبه لي، كنت لسه نازل، بالنسبه لي جو جديد، عالم جديد. بالنسبه كجنسيه انا بحب اللغات عامه، ومن اللغات اللي انا بحبها اللغه الايطاليه، فاعجبت فيها وهي شخصيتها مرحه. يعني انت دخلت على اساس انه في هدف عندك جنس او لا؟ كبداية أنا بالنسبة لي في السن ده طبعا أنت كنت طفل يعني مش بالظبط في السن ده أنا حاجة يعني صغيرة خالص، يعني سن صغير، فما كانش تفكيري الأساسي اللي هو الجنس. بس هي لا، هي كانت تفكر إنه عشان توصل. في ناس طبعا سايكو بيحبوا الناس الصغيرة أو الشباب، زي ما في رجالة كبار بيحبوا البنات التينيجر وكده. ما كنتش طبعا اعرف انا الكلام ده وانا صغير لسه، حصل بقى الموضوع وكده يعني. كانت بدايه يعني او كانت حاله وبعدين توقفت عندها هو انا بالنسبه لي انا عجبني الموضوع انترستنج، وساعتها طبعا حسيت انك انت راجل يعني بعده. هو بالظبط كده، وطبعا يعني في زي اغراءات مثلا هدايا، في زي ما تقول فلوس فلوس وهدايا واهتمام فلقيت مش هلاقي الاهتمام ده من جنسية مصرية، ولقيت ثقافة، لقيت في ريسبكت، في تعلم، فبدأت أتعلم واحدة واحدة وأثقف نفسي عشان أجتذبهم عليا. وكما هو الحال دائما، السائحات كبيرات السن أكثر طلبا لهالخدمات، وكمان الأكثر كرما. هو في مصطلح بنقوله في مصر، معلش في اللفظ يعني، احنا بنقول الدهن في العتاقي. يعني بتبقى اللي هي فوق ال40 مثلا، بتبقى اكسبيرينس، وبتبقى عايزة ايه؟ عايزة كل حاجة، عايزة دعم معنوي، عايزة دعم نفسي، عايزة جنسي، عايزة كل شيء. ممكن تدفع مقابل هذا كله؟ تدفع مقابل غسيل مخ بسيط. بعد اشتداد المنافسة في شرم الشيخ وتزايد أعداد صائدي السائحات، نقل أحمد نشاطه إلى دبي، ولكن بيع المتعة فيها ما كان مربح بالنسبة له. بالنسبة في دبي بتختلف عن شرم. أول ما نزلت كانوا سألت أصدقائي فين النايت كلابات، وبدأت أنزل أشوف، فبسأل وكده،
شفت كذا واحدة فموجودين في الديسكو وفي البار وكده، فقالوا لي لازم تدفع فلوس وجنسيات وتسعيرات وانت عايز جنسية أوروبية ولا جنسية عربية. فابتسمت وقلت لا أنا ما ادفعش، أنا جاي من شرم وما ادفعش. يدفع لي هناك. أنا ما ادفعش، ومشيت على الوتيرة دي. بس جيت على فترة بعد كام سنة زهقت، لقيت اللي أنا ما عايز أكون أسرة، ألاقي واحدة إنسانة تفهمني وإنسانة كويسة. لما التقى أحمد بألونا في مطار دبي للمرة الأولى تغيرت حياته. بطريقته الاحترافية رمى سنارته باعتبارها زبونة محتملة، ولكنه ما كان متوقع أنه يقع في غرامها مثل ما يقول ويتزوجها ويوقف عن حياة العبث اللي دامت سنوات كثيرة. بألونا أنت تزوجتي أحمد، اللي خلاك تكوني مطمنة أنه بيحبك فعلا يعني، وأنه العلاقة ممكن تكون علاقة زواج وممكن تكون علاقة استقرار طويلة؟ When I meet Ahmed, he was for me like just friends. I come Dubai tourist, and maybe I was like other Russian girls. He was every day with me. He was to care about me, but he's never not asked me about money. He's always paying for if we go restaurant or cafe or coffee shop. Yeah, he's was paying. He tried to be my friend. But I was paying maybe like 2 or 3 times only. But I understand he's a good person, and in this time I don't have a boyfriend in Russia, and I ask myself why not. He's a good guy, and I like him, and I like the Dubai, and I'm going to come back again, and I can meet him. كازانوفا أو ألفونس هذه تعابير في اللغات الأوروبية الشرقية تستخدمها السائحات للتمييز بين كازانوفا وهو الشاب العربي الرومانسي والصادق بمشاعره، وبين ألفونس هو اللي يدعي وقوعه في الحب للوصول إلى فلوس السائحة أو سرقتها وأحيانا اغتصابها. واكتشفنا من بحثنا أن السائحات يجون للبلاد لاستغلال حاجة الشبان العرب للمال وللمتعة، رغم أنهم قد يكونوا ضحايا من السهل إيقاعهم في المتاعب. Yeah, I saw some Alphonse in Egypt. In Egypt also I saw in some in Dubai. In Egypt, in Sharm el Sheikh, I meet one guy, and after I understand he's a big Alphonse. It's already like 6 or 7 years. He's doing this with girls. For him, it's not important. It's from Germany, Italian, or it's Russian. He just tried to get everything what he can get from the girls, and he say for all the girls, I love you, and he have girlfriends everywhere. In all countries. It was a surprise for me. هذا اللي دفع آلاف السائحات الأوروبيات الباحثات عن المتعة الجنسية لإنشاء موقع على الإنترنت للتحذير من عمليات النصب والخديعة اللي يتعرضون لها. وفي الموقع قائمة سوداء فيها صور لأشخاص قاموا بخديعة السائحات عن طريق التودد والمغازلة وكلمات الحب. في روسيا أو أنتم كبنات في روسيا، يعني لما تتعرضوا لمشاكل من شباب عرب كيف بتخبروا بعض؟ كيف يعني توصلوا المعلومة لصديقاتك يعني على أساس أنه ما تتعرضوا لنفس المشكلة مع شاب عربي سواء في مصر أو في أي بلد عربي آخر؟ Some of them they don't like to speak about this. They hide it because it's not nice for them. But some, for example, we have the site. It's Russian and English European site. They have already there to write about Alphonse guys. It's most of them from Turkey, Egypt, and Tunisia. And they put the photo of these guys who make drama with them, who steal the money, to advise other girls to not run after this Alphonse and guys. I was open the site, and
I found one person, which one I know from Sharm el Sheikh. He's not my friend, but when I was with my husband in Sharm el Sheikh, I met him. And I found him, they write about him from 2005. And now it's 2011. It's already like 6 years. It's around 75 pages. And I don't know, I not count how many girls, but it's too much. ما زال هذا العالم السري يحمل المزيد من الخبايا، والسائحات الغربيات ما هم الوحيدات اللي يطلبون هالخدمات ويدفعون عشانها مبالغ مختلفة لأولاد الهوى، فقائمة الزبائن تحتوي أسماء سيدات عربيات. بده يكون طولهم وجسمهم حلو، حتى بدهم الصور بلا كنزات مثل ما كان عم نقص. أنت البيج بوس تبع صحيح. رجعتنا رحلة البحث إلى لبنان من جديد، فبحثنا عن خبايا السياحة الجنسية تطور مثل كرة الثلج. بدأت بطالب المتعة العرب من غربيات محترفات، ووصلتنا إلى طالبات هالمتعة من الشباب العرب. والحين إحنا بين بائعي الهوى اللي يقدمون هالخدمة لبنات جلدتهم من العرب، وبصراحة اللي سمعناه أقرب للخيال. طلبوك البنات لأنه أنت اللي عرفت في بدايتها. ما هون بدهم الناس معروفين، بدهم شباب يكونوا بيعرضوا معروفين مشهورين، يعني ما بدهم حدا تاني. بده يكون طولهم وجسمهم حلو، حتى بدهم الصور بلا كنزات مثل ما كان. ففرجوا صور انه بدهم حدا شقراني وشعره طويل، عيونه خضر، عيونه زرق، ما بدهم حدا هيك اسمراني، بدهم حدا شيء مختلف يعني اشقراني، شعره طويل، عيونه زرق، عيون خضر، هيك كذا. فاخذونا نحن ومش الحال. بعد فترة اجوا مرة ثانية. اجوا لهون على اوتيل. من الواضح أن الزبونة العربية أكثر كرم وعطاء من السائحة الأجنبية، الأمر اللي يرشحها لتكون الأفضل بالنسبة إلى بائعي المتعة، ويساهم في نمو هالتجارة وتعدد الخيارات أمام الشاب اللي يعرض جسده للبيع مقابل مبالغ تتراوح بين $10,000 و$30,000 في فترة قد لا تتجاوز الشهر الواحد. طب أنت كلمت عن المواصفات، لكن وش الخدمات اللي أنتم بتقدموها كشباب للبنات؟ نحن شو كنا نقدم لهم؟ يعني رقص، استعراض؟ اكيد لا عندهم بالاوتيل يعني بالمنتدى او شي محل، لا اكيد انه خلص بدهم شيء معين وخلص، انه بعدين بنروح نظهر، بنروح نسهر، هيك شيء، بنعمل شوبينج، بنروح مسابح، هيك شيء يعني. ما في كل يوم محل شكل، يعني كل يوم محل شكل الموضوع. غير طبعا العلاقة الجنسية. غير العلاقة الجنسية، يعني العلاقة الجنسية وبعدين ممكن يكون فيها، وهذه يحسبوكم عليها باليوم ولا بالفترة ولا كيف؟ لا هي كلها شهر، وبعدين انه شو بيطلع لنا شوبينج، شو بيطلع لنا كذا، بيعطونا اياه لنا. مو كاش يعني. ومش كاش بعدين اخر شيء بنخلص في عندنا حساب معين هالقد انه بناخذه، نحن اتفقنا هالقد وخلص. عادة تتفقوا على كم يعني؟ يعني بالشهر؟ بالشهر. ايه، على الشخص كم تاخذ منكم؟ كم؟ بال 10,000 وطلوع حسب كل شخص. $10,000 وطلوع بحدود 22,000 في شخص. حسب ايش؟ ليش انه واحد مثل 10 و اذا مين هو معروف ولا لا. يعني انت تاخذ اكثر من لا، في ناس اخذوا اكثر مني. معروفين اكثر يعني؟ اخذ 22,000 شهر كامل. شهر كامل. طلعنا زيادة على كثير من التفاصيل اللي قد لا نستطيع عرضها، وأخبرنا كذلك عن تجارب وقصص تثير الصدمة والدهشة. كنت بتقول إنه في شيء بتحب تذكره؟ في شيء إنه صارت مرقت فترة بدهم كانوا في نقوا شيء 20 شخص. هول 20 شخص رحنا على يخت. كنا بقلب يخت. ففي ناس كانوا ورا الازاز، مش مبين يعني، انه اجوا قعدنا نحن 20 شخص تقريبا، فبدنا ننقي منهم شخص. 20 شاب بدنا ننقي منهم شخص. هي المدام هيدي بتنقي شخص، فنقت شخص واحد عجبها كتير هي، واللي ما مشي حاله فاعطت كل واحد $500 وفلينا اللي ما مشي حاله. اللي ما طلبته $500. $500 ما طلبته، والشخص هذاك مشي الحال معه.
كانت هي حابة تشوف مواصفات بدها تشوف مواصفات شباب، انه في شباب معينه انه ستيل اللي بتحبه هي يعني. فنقت الشخص اللي بدها اياه هي، وهذا توصل. تساءلنا كثير كيف تتجاوز الفتاة أسوار من التقاليد والقيم الدينية وتتحرر من خوفها وحذرها، وشلون صار هالطريق سهل وآمن لها. طب شو الوسائل الآن غير الفيديو كليب؟ يعني في وسائل تتواصل ايه اكيد في تقدموا اكيد نفسكم الفيسبوك والسكايب يعني. حتى بصير شغلات على الفيسبوك. يعني على الفيسبوك تكتبون انتم نشاطكم وكذا ولا؟ لا تعرفنا في قصه الفيسبوك، بصير نحكي تليفونات يعني. طيب انت تكلمت انه الوسيله اللي ممكن يكون في تواصل بينكم عن طريق وكاله العرض او حتى الان الفيسبوك يعني. الفيسبوك، وفي امرار بيطلبوا من الشوفيريه، من شوفير السواق تاعهم، تاكسي ولا سواق اللي هو الخاص تاعهم، بكونوا متعاقدين معهم انه ظبط لي هالقد، ظبط لي كذا، اعمل لي ناس، ظبط لي 3 شباب، ظبط لي 4 شباب، يعني بيحكون البنات انه بيجي بصير يبرم هذا الزلمه على الاشخاص المعينه، بصير يدور عليهم ويجيب متفق. في واحد جايز كمان، هذا على اكثر شيء البنات انه بيأمروا الجايز الشاذ جنسيا يعني. من الواضح أن هذا السوق صار مطور أكثر من قبل، ودخول الإنترنت يفتح معابر جديدة أكثر سهولة ودقة لمقدمي وطالب الخدمة من الجنسين. هذا اللي كشفه لنا روني اللي يدير شبكته الخاصة. أنت واحد من الشباب اللي يمكن من الأوائل في العالم العربي اللي أنشأت موقع على الإنترنت يقدم خدمات لراغبي المتعة الجنسية سواء للذكور أو حتى للإناث. نعم. وش اللي خلاك تتخذ هالخطوة مع أنه في طرق معروفة تقليدية يعني تليفونات واتصالات والطرق التقليدية المعروفة؟ وش اللي خلاك تروح وتكشف نفسك بشكل يمكن يكون فاضح؟ بس نحن بلشنا هيك، في عنا عالم نعرف أرقام وكذا، بس بعدين حبينا نشتغل على السياح اللي بيجوا من برا، اللي هن بيشتغلوا على الانترنت بيبرموا على هيدي الارقام وهيك، وحبينا نكبر نطاق العالم يلي بيجوا بياخذوا من عنه. فصار كل العالم اذا بتبرم على الانترنت بتلاقي الرقم كذا وبدقوا لنا، وفينا نتواصل نحن وياهم كيف نتفق على كل شيء. يعني انت يعني شو اللي اغراك؟ يعني اغراك انه في مواقع مشابهه اجنبيه ايه هلا هن برا كلهم بيشتغلوا على السايتات وهيك، فنحن صار عنا اذا بدك في كثير عالم صاروا عم يشتغلوا بلبنان بالكباريه وكذا. حبينا نشتغل نحن شيء اكثر سيف، نحن ما كثير نحن نختلط مع الزبون وهيك، فاشتغلنا على السايت وحبينا نشتغل مثل برا. طبعا هذا الويب سايت او الموقع مسجل خارج لبنان في العالم العربي. صحيح، بنسجله خارج لبنان وبنرجع نستعمله هون. انت تتكلم بصيغه الجمع، من انتم؟ نحن عم نشتغل مثل اجانس، يعني في حدا هو اللي بينسق كل شيء، بيجتمع كل شيء، في حدا عنا اوبريتور، في عنا حدا بيشتغل كمان شوفيريه، فكلياتنا عاملين هيدي مثل شركه صغيره عم نشتغل كلنا عم ننسق مع بعضنا مشان نعمل هيدي الخدمه بلبنان اللي هي مش قانونيه، بس يعني عم نشتغل كلياتنا مع بعضنا مشان نشتغل انت البيج بوس تبع المجموعه؟ صحيح انا باخذ شو اسمه، بعمل السايت، حدا بيعمل لي اياه، يعني بكون عامل ابديت، انا بصير بحط هيدا السايت بكتير سايتات، بعمل لهم بحط الادز، وانا بنسق كل شيء على التليفون. يعني انا بحكي على التليفون، وفي حدا كمان اوبريتور ثاني بيحكي كمان، بنسق كل شيء، بنسق مثلا بحكي الدرايفر، بحكي البنت مثلا تروحي من هون لكذا قد ايه بتاخذي، بتفق مع الزبون كل شيء، بيكون كل شيء عن عبري انا يعني. طب الصور اللي بتحطوها انتم على الويب سايت، طبعا احنا ممنوعين من نحن نعرض الويب سايت صح؟ صحيح. مع انه ممكن يعمل لك دعايه ولا ليش؟ لا نحن عم نشتغل غير قانونيا، يعني بنفضل انه نشتغل نحن بطريقه يعني ما كثير نطلع على العلن يعني. والصور اللي بتحطوها عاده ما هي حقيقية؟ مش حقيقي، فيك فوتو. ليش طيب يعني مش لانه نحن عم نشتغل اذا مثلا صار معنا مشكله كذا مشان ما ينأذوا كل الولاد، بس وما فينا نحطوا في اللبنانيات مثلا، بتعرف انت اللبنان كله مع الاجنبيات، في بنات لبنانيات كمان. وضع روني مع المجموعة اللي تعمل معاه نظام محكم للترويج لهالتجارة دون الوقوع في القبضة الأمنية. يعني لو أعطيتنا تفاصيل أكثر عن الطريقة أو الآلية اللي تبتدي فيها اتصالك المباشر، خلينا نفترض الزبون لأول مرة تتعرف عليه. نعم. بيتصل فينا مثلا، بنحكي نحن معه. تليفوناتكم معلنة ها؟
ايه اكيد. بنتفق نحن مثلا، بيحكي معنا بنتفق. اول شيء بنحاول نتاكد نحن من طريقه الحكي تبعيته، قديش الثقافه تبعيته، قد ايه الجديه تبعيته. بنرجع بنحاول نتاكد منه. اذا تاكدنا منه بيعطينا مثلا رقم الغرفه تبعيته ورقم الاوتيل والاسم وكل التفاصيل. فنحن عندنا حدا بنتعامل معه كمان بكل اوتيل تقريبا، بالاوتيلات الخمس نجوم في عندنا حدا بنتعامل معه. مثلا هو بيتاكد لنا، بندق لهيدا الشخص بنساله احد من موظفي الاوتيل، من موظفي الاوتيل بنساله مثلا مقابل يعني طبعا اكيد في اكيد مقابل. بياخذ على العمليه ولا على بشكل عام؟ حسب بنعطيه تقريبا بشكل عام، بنعطيه بالشهر مثلا مبلغ مش كثير، بس انه بيكون بنساله مثلا انه في شخص هون كذا هيك، بنتاكد من الشخص نرجع بنبعث له. هل مثلا هذه الاوتيلات كمان ممكن تتصل فيكم تقول مثلا والله عندنا زبون الان؟ في بعض الاوتيلات، بس بعض اشخاص بيشتغلوا على الاستقبال يعني بيعرفوا ارقامنا وكذا، بيطلبوا لنا اذا مأكد هو من الزبون كذا بيطلبوا لنا، نحن بنرجع بنحكي مع الزبون كمان بنتاكد. بس نحكي نحن نتفق كل شيء، بيكون نحن عندنا سائقين يعني لنا بيشتغلوا معنا. كم سياره تقريبا يعني؟ نحن تقريبا بشكل للناس يعني، بس انتم ممكن تاخذون مقابل خدمه صح ولا تابعين لكم انتم؟ لا هن تابعين لنا. تابعين 24 ساعه خدمه؟ لا في ناس بالنهار في ناس بالليل. فنحن بنحكي هيدا، بنقول له مثلا روح خذ البنت الفلانيه من محلها، خذها على هيدا الاوتيل، بياخذها مثلا كم ساعه، بيروح بيعمل برمي مثلا، بيرجع بيجي بياخذها بيوصلها. ومثل ما اكتشفنا مع روني، هذا الموقع ما يقدم خدماته للرجال فقط. طب بالنسبة للشباب اللي انت تكلمت انه في تقريبا 20% من الناس او من السيدات العربيات اللي هم بيطلبوا شباب يعني، لكن النسبة الأكبر للشباب اللي يطلبون بنات يعني. نحن كان عندنا على الموقع كمان كنا حاطين صورتين لشباب، بس شلناهم بالفترة الأخيرة. بس في عندنا في بنات بيطلبوا، بس مش كثير نسبة كبيرة، بس إذا طلبوا يعني بيدفعوا نفس الأسعار ولا أوقات أغلى يعني حسب الجنسية. بس هن مبدئيا البنات يلي بيطلبوا من جنسيات عربية. ايوه يطلبوا مثلا بالساعة ولا باليوم؟ هلا هن الشباب مطلوبين أكثر إنه يكونوا يقضوا نهار أو في مواصفات يعني لما البنت تتصل فيكم تطلب مواصفات معينة انه يكون شو المواصفات؟ بتطلب مثلا يكون جسد انه حلو، جسد رياضي، ويكون وجه حلو يعني جود لوكينج. بيطلبوا مثلا على نهارين، بيروح معهم حتى بيعمل معهم، بيفوت على الاوتيل كانه هو صاحبه او شيء، بفوت عادي مع الاوتيل وبتصير دفع كمان له نفس الطريقه. انتم يعني بشكل عام يعني هذا الجو يعني ما في قلق بالنسبه لكم انه الشباب، لانه يمكن الناس ما تلاحظ انه الشباب ممكن يعملوا هالشيء، بس البنات ممكن يخوفوكم اكثر يعني البنات لو صارت حمله امنيه او شيء. نحن كمان نفس البروسيجر بتصير هي مع بنات كمان بتصير مع الشباب يعني. كمان بنحاول نتاكد من زبونه، نتاكد من جنسيتها، نتاكد من كل شيء، كمان بنبعث نرجع على هيدا الاساس نبعث عندها خدمه. اجراءات تتخطى رقابه الامن لتامين تجاره بيع المتعه الى الراغبين فيها باسعار خياليه. رحلتنا خلتنا نلتقي بعدد من بائعي المتعه الجنسيه، وعلى الرغم من اختلاف مواقعهم ونوعيه زبائنهم وخدماتهم واسعارهم، لكنهم يشتركون في حاجه واحده، انهم ما صاروا اثرياء رغم كل الدخل والمبالغ اللي تندفع لهم. كلهم يحسون بالحرج والخجل والاشمئزاز وقله البركه. السؤال الاخير اتمنى ما يكون محرج بالنسبه لك، انت يعني كشخص يعني وش بتسمي اللي انت بتعمله الان؟ شو تطلق عليه اكثر شيء؟ كبزنس هذا الشغل شو بتسميه انت؟ كاسكت. اسكت. اصحابك المقربين منك كلهم بيعرفوا هذا الدور؟ لا ما حدا بيعرف. ما حدا بيعرف، لانه نحن مجتمعنا ما كثير بيتقبل هيدي الفكره، ما حدا بيعرف شو بنشتغل. اعلنت بيني وبين نفسي الاستقامه او التوبه. اعلنت الالتزام على نفسي، اللي انا لازم التزم، وطول ما انا ماشي في الطريق ده مش هعمل حاجه. واعرف ناس اصدقائي كتير اكبر مني ماشيين في الطريق ده مش عارفين هم واصلين لايه. كانت الوالده بتقول لك ايه؟ كانت والدتي على طول تتصل بيا وتقول لي عشان خاطري
التزم اتجوز ان شاء الله اي حد في الدنيا بس تخلصنا يعني. اي جنسيه ايا كانت، اي حد بس تبقى ملتزم، ما تبقاش في الحرمانيات يعني. هشام بالمناسبه المبالغ اللي بتجمعوها يعني فيها بتحس انه فيها بركه ولا لا؟ لا. ليه ما امنت مستقبلك، ما اشتريت بيت او سياره؟ ما عملتش حاجه يعني. عايز اقول لك ان كل المبالغ دي اتصرفت. حتى انا عليا تصرفها على نسوان غير ممكن يعني ممكن النسوان انت بتحبهم يعني، بس ده مصريات بقى يعني. ممكن دي الحب الحقيقي بقى بتاعي. يعني بتاخذ من هنا وبتصرف على الحب الحقيقي. يعني هي الفلوس عشان جايه من الطريق ده فغالبا بتروح كده. فمن هنا انا بفكر كفايه كده يعني، لاني ما عرفتش امن مستقبلي حتى. عليا مصاريف الجامعه لان انا في جامعه خاصه حتى ما سددتهاش. طيب وانت تعيش معهم هالجو يعني ايش تحس فيه يعني؟ يعني ايش تحس انت كشخص يعني مرغوب امرار ولا يعني انت بتعاتب نفسك وتشوف نفسك انه انت؟ امرار بعاتب نفسي انه بصير نزلي لقومي يعني، لانه هون بكونوا امرار كثير بشعين حلوين وناصحين. كثير بشعين ومش حلوين. وامرار بكون مبسوط كثير، بكونوا في منه كثير حلوين ومرتبين حتى هون بيوصلوا. إنها المتعة الحرام ما تفرق بين جنس أو جنسية، بين لون أو عرق أو سن. يخلطون المتعة بالعمل وتتوارى القيم خلف الاندفاع نحو الرغبة الممنوعة والثراء السريع تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية أحيانا، اللي تغض الطرف لتسمح للسياح بشراء ما يشاءون حتى لو كانت البضاعة متعة حرام.